هم سمعت بقصة المبعوث من القبر وشنو العمل اللي رجعه للدنيا؟ اكو شخص من اهل النجف كان يسمونه الشيخ محمد حسين. الشيخ محمد حسين كان عمره 18 سنة وكان يعاني من مرض الحصبة. فهذا الشخص ظل يعاني من هذا المرض يوم بعد يوم يوم بعد يوم إلى أن توفي هذا الشخص. فالناس التمت حوله وقامت تبكي عليه. فلما حضرت والدته وشافت جنازته قالت لهم لا حد ينقل الجنازة إلى أن أرجع. فصعدت إلى السطح وأخذت وياها قرآن وقامت تتضرع وتتوسل إلى الله تعالى بالقرآن الكريم وبسيد الشهداء عليه السلام. فبعد لحظات بسيطة هذا الشخص رجع إلى الحياة، فقام يباوع عن اليمنى وعن اليسرى. شاف والدته ما موجودة فقال لهم صيحوا لي والدتي. فلما رجعت والدته شافته حي يرزق. فبهاي اللحظات الصعبة تدرون شنو هذا الشخص شاف؟ قال أنا لما حضرتني الوفاة شفت شخصين نورانيين. ذول الشخصين صعدوا، اجاني الشخص الأول فمسح ايده على رجلي فحسيت بالراحة وحسيت بالسرور. فقام كل ما يرفع ايده نحو الأعلى كل ما ارتاح أكثر، إلى أن ارتاحت تماما، ارتاحت من الوجع، ارتاحت من الألم. وبعد لحظات شفت أهلي قاموا يبكون ويصرخون، وذول الشخصين النورانيين صعدوا بي إلى السماء. فأثناء ما يصعدون بي إلى السماء شفت شخص مهيب اعترضهم وقال لهم ارجعوه إلى الدنيا فإنا وهبناه 30 سنة ببركة توسل أمه بنا. بسبب أنه أمه توسلت بينا انطيناه 30 سنة يعيش في الحياة الدنيا. أهل النجف اللي سمعوا هاي القصة ظلوا ينتظرون هذا الشخص يمتى يتوفى، وفعلا بعد 30 سنة هذا الشخص توفى. لذلك إخواني الإمام الحسين سفينة الله الواسعة، رحمة الله الواسعة، الإمام الصادق عليه السلام يقول كلنا سفن النجاة ألا إن سفينة جدي الحسين أوسع وأسرع. لذلك تمسكوا بالإمام الحسين.